السلام عليكم. ونتابع مع بعض آخر تطورات كوبري محمد نجيب في منطقة سيدي بشر، ونشوف يا ترى الكوبري هيتم تسليمه آخر الشهر ولا لسه كمان في تأجيل. لأن المفترض إن كان تسليم الكوبري في منتصف شهر يونيو، لكن اتأخر في التسليم. لكن زي ما احنا شايفين النهاردة تم إنجاز حوالي 95% من الشغل في الكوبري. يعني احنا خلاص يعني في الأيام الأخيرة للشغل فيه. حاليا بصوا بنشوف النفق، فخلاص النفق في اللمسات الأخيرة، بيتم وضع حتى الزجاج الخارجي للنفق. احنا كده في الطريق اللي تحت اللي جنب الكوبري، دي الحارة القبلية للكورنيش. تم رصف الطريق، تم وضع الأسفلت. طبعا في جزء تم الأسفلت فيه بالكامل، وفي جزء لسه فيه هيتم وضع طبقات تانية. وحاليا في شغل في الرصيف، وضع الانترلوك على الرصيف اللي بجانب الكوبري. هنبص كمان على الكوبري، هنلاحظ ان جسم الكوبري يعني انتهى بالكامل، تم الانتهاء بالكامل من جسم الكوبري. لكن حاليا الشغل في السور بتاع الكوبري والطريق اللي تحت والرصيف اللي جنبه. يعني خلاص يعتبر احنا في الأيام الأخيرة للشغل في كوبري محمد نجيب. المكان هنا اللي بنعدي منه من على الكورنيش بره لشارع محمد نجيب أو العكس، لأن طبعا الأسفلت لسه فيه، يعني الأسفلت لسه محطوط جديد ولسه طري، صعب إن احنا نعدي من عليه. وهنا تم إنجاز جزء من الرصيف، وضع الانترلوك على جزء يعني مش كبير على الرصيف. تعالوا نعدوا الناحية التانية من الحارة البحرية للكورنيش ونشوف رؤية أوضح للكوبري. بنلاحظ من هنا وضع السور بتاع الكوبري، وفي حتة كريتيف كده خاصة بالسور، ان السور بتاع الكوبري المرة دي بيعملوه نفس السور بتاع الكورنيش او نفس السور بتاع طريق البحر. نفس السور اللي احنا شايفينه تحت هنا هو اللي بيعملوه فوق على الكوبري. ودي جديدة، يعني الكباري كلها بيبقى السور بتاعها عادي، مش زي السور بتاع الكورنيش. طبعا حاليا الحارة البحرية دي رايح جاي، بعد ما يخلص الكوبري ان شاء الله هتبقى رايح بس، والحارة التانية هتبقى جاي من المنشية، ودي جاي من المنظرة باتجاه المنشية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون نقلت لكم صورة كاملة، واتمنى اكون فدتكم. لو مهتمين باسكندرية واخبار اسكندرية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.